اهلا بيكم في نونا تشانل وحلقة جديدة من مسلسل اعمل ايه. زي ما احنا شايفين ازاي قدر يوسف ياخد التليفون من شيماء بانه اختفوا منها وهي رايحة تقابل الناس في النادي. لكن طبعا مجرد ما بتتحرك وبتجي وراه بتحصل الحادثة، واللي بيخبطها بيكون سامح. بتجري عليها شيماء لانها طبعا مذهولة من كل اللي حصل، هي كان كل فكرتها انها تاخد تليفون بس. لكن القصة ان البنت ربنا اذاها وعاقبها، لان فعلا نجاة مظلومة وما عملتش اي حاجة. كريم ما بيقدرش يسيب نجاة خالص في الموقف اللي هي فيه وبيضطر يساعدها، لكن طبعا سامح بيحاول يمنعه. لكن كريم بيقول له لا، انا مش هقدر اسيبها خالص، البنت شكلها ماتت. لما بيلبس يوسف في القضية ديت وقضية خطف التليفون وطبعا البنت اللي مرمية في المستشفى، فبيفضل يحكي كل حاجة لشوقي بالتفاصيل اللي حصلت. في الوقت ده قررت فاطمة انها تنتقم من يوسف، وبتتكلم في البيت على كل اللي عمله يوسف، وان هو خان الامانة وان هو مش اخ وانه ما ينفعش. نجاة لما بتتكلم مع كريم بتقول له انا حاسة ان في مشكلة، ان اي حاجة هتحصل لها تبقى بسبب. بس بتضطر نجاة طبعا وسط كل الضغوط دي ان هي بتعترف بكل حاجة، حتى مشوار يوسف ان هو امين وان هو ما عملش اي حاجة يستاهل عليها العقاب. خلاص دلوقتي شيماء عرفت غلطتها وبتتأسف للأبلة، بتقول لها انا فعلا كنت هضيعها بس ربنا خد لك حقك، وان انا مستحيل ان انا اظلمها. فبتقول لها طب يوسف، بتقول لها خلاص انا متنازله عن كل حاجه. بتقول لها مش مهم انتي، لكن المشكله في باباكي. لكن هي بتقول لها اكيد بابايا طبعا هيساوم على الموضوع ده، لكن هنشوف ان شوقي هيقدر يسيطر على باباها المدمن ده، وبالتالي بتقدر ان هي بسهوله تتخلص من الموضوع ده، ويوسف يتخلص من الشكوى المتقدمه ضده. بيتفاجئوا فيتو بان خلاص سوكا هتتقابل مع شادية، وطبعا اللي ساعدها في الموضوع ده جوزها خطيبها الشريف. فبتبقى طبعا كارثة كبيرة مكتومة محدش فيهم بيقدر يتكلم. الحلواجي بعت رسالة لعبد الله وهبتدي بقى يساومه، وهيقول له ان انا معايا الورقة اللي انت بتدور عليها واللي بسببها اتقتل رمضان. فبيقول له انت بتقول ايه؟ بيقول له اللي انت سمعته، كل واحدة من التلاتة هتبتدي ان هي تملي شروطها عليه. طلعت هيقول له ابعد بنتك عن ابني، بقول له انا ماليش دعوه، ملهاش علاقه خالص ومستحيل ان احنا نناسبك. بقول له طيب ماشي. بتتكلم طبعا كمان في ريال وبتقول انت ما تتكلمش وتجيب سيره فايز خالص وتخلي منتصر يكمل الفيلم. بقول لها دي مش في ايدي بس انا هحاول اكلمه. كمان نهال بتبقى متضايقه جدا من اللي بيحصل ده، وحاسه ان هي كده ما خدتش حقها، لان هي خسرت مجلس الشعب اللي كانت هتبقى موجوده فيه بسببه، وان كل الحاجات اللي حصلت دي غير مرضيه بالنسبه لها، وان اهم حاجه ان شاديه تتفضح. لكن طبعا حتى لو اتكلمت ما بتقدرش تعمل اي حاجه، لان الورقه مش معاها، الورقه مع طلعت، وبتفضل تحت تهديده لحد ما بيخلص. عبد الله بيجي طبعا مكسور الخاطر، وبتخلص الحلقه على كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامه.